السلام عليكم. صباح الخير اخواني في اللاحين. معكم دائما حسام زمال من بلدية فايس في بساتين تفاح للأشجار المثمرة، للأشجار التفاح المكثف حامل طعم عام ناف لفاريتي شنيكورات و كالاشنيكورات وفيجي، أصناف حمراء واحدة بولينيزاتريس والأخرى اون فاريتي مبازين عليها هنا بكثرة. كاين عندنا بعض الممارسات اللي راح نحكيو عليها، من بينها التسميد، لأنه برنامج التسميد في التفاح يعتبر مهم جدا، لأنه التسميد في التفاح انت واش تحب تستهدف. إذا تحب تستهدف 30 طن، إذا تحب تستهدف كل برنامج وانت واش راح دير، يعني واش تستهدف ودير له لو بيجي تاعو باش توصل ان شاء الله، لأنه بإذن الله واش تعطيه يعطيك. يعتبر استثمار، يعني نستثمر. تخلاو على تفاداو الألفاظ، مثلا واحد يقولك خسرت عليه، يعني الإنسان ما يعودش عنده الروح الانهزامية هذه، يقول استثمرت، لأنها راح تدخل لك في الثمار إن شاء الله. كما راكم تشوفوا رانا في عملية التقليم دائما مع شتلات أشجار مثمرة تاع هذا الجروب بيبينير، هذه نيشلر اتشيزينا برودوتو ايطاليانو، منتوج ايطالي، يعني عالمي ما يحتاج ثناء، ولكن ننصح الناس اللي تحب توسع ان شاء الله يجيو يستثمروا عندنا هنا، وتكون شراكة ماذا بينا، لأنه مثل بعض البيبينيير مثل الفيترو بلون هذيك إيطالية، حتى هي مع شراكة جزائرية إيطالية. ما ندخلوش في تفاصيل. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نرجع للتسميد تاعنا. التسميد تاعنا لازم يكون مستهدف، يعني أن الإنسان يبدالها من وقت لا ميزون ريزيرف، يعني كي تجي راح ترقد الشجرة ثم يبدا يحاول يرش البور. كاين دي برودوي اللي راهم ملاح بزاف لا ميزون ريزيرف، مثل الهيدلاند يعتبر بوروازينك، يقوم برش الفوسفور عالي، الفوسفور والبوتاسيوم، الموليبدان، هذو كامل البور وحده بالمستحسن. دائما يحاول الانسان. ننصحو ثانيا كاين واحد لو برودوي عالي الكالسيوم يقوم بتثبيت، خاصة في الأصناف الحمراء مثل الريد ديليسيوس، راها فيها البرودكسيون عالية، يعني الإنتاج تاعها يكون كبير، والغلة تاعها تمشي بزاف، يعني تكبر. لهذا ننصح الناس باش يستعملوا كالسيوم، يعني استعمال الكالسيوم يكون في محله، يعني تستعملوا الكالسيوم توتال 160 غرام بار لتر، مثل هذا البرودوي نيكتارين تونس. هذا لو برودوي جايب نتائج مليحة وهايل، تخدم به في الديماراج، وتخدم يعني تستطيع تخدم به غير كي ديماري تبدا تعقد، وتخدم به في تسميد الثمار، يعني عالي البوتاسيوم. في كي تبدا استعمال عالي البوتاسيوم، مثلا 0.1445. كاين اسمدة عالية، يعني فيه صفر ازوت، 14 من وحدة من الفوسفور، وفيه 40 وحدة من البوتاسيوم. هذا على العموم، ولا 65%. هذا على العموم يخدم في ظرف قياسي، ولكن لازم تدخل معاه من الوقت باش تحافظ على الغلة ما تكبرش وتطيح قبل ما دير الكالسيوم، لأنه الكالسيوم من فوائده أنه لا فيكساسيون عنده، يحافظ لنا ويعطينا جودة للثمار، خاصة في التخزين. يعني الكالسيوم هو المسؤول على صلابة القشرة وتحملها وزيادة مدة التخزين. وهذه نحييكم والسلام عليكم.